انتوا عارفين ان علم الاعشاب او الهيربال ميديسن علم فعال جدا، لانه زمان كان العلاج الوحيد قبل اختراع الخلطات الكيميائيه لتسريع النتائج العلاجيه اللي بنقول عليها ايه دلوقتي الادويه. بعض الاعشاب نتيجتها اكتر فعاليه في الحالات المتقدمه من بعض الامراض، وفي عشبه دلوقتي حصل عليها ضجه وانتشر الكلام عليها. العشبه دي هي القسط الهندي، وزي ما عودتكم انا هتكلم معاكم من منظور طبي. التغذيه العلاجيه بيكون من اهم واجباتها انها بتعيد تاني للجسم طبيعته وانه يشتغل بشكل متوازن وصحي. خليني اقول لك مثلا ان مريض متلازمه القولون العصبي لازم يظبط اكله عشان يقدر يظبط جهازه الهضمي، فبنصح المرضى دول باستخدام جذور القسط الهندي لتأثيره الكبير المطهر للجهاز الهضمي، واللي بيتخلص من المشاكل الهضميه زي عسر الهضم، الانتفاخ، الالتهابات والغازات. كمان اللي بيميز القسط الهندي بعض الخواص العلاجية التانية، زي إن كونه مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة. وكل ده غير إن في دراسات أثبتت إنه بيحسن المناعة وبيقي من السرطان المعدة وقرحة المعدة والإثنى عشر، لأنه بيحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. جربوا من أورجانيك نيشن، وطريقة استخدامه إن أنت بتاخد معلقة على الريق كل يوم الصبح.